السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أنقل لكم تجربتي مع حطب سودس. الحطب ميزته وزنه خفيف. طبعا الكرتون يجي فيه تقريبا 10 حبات زي هذه. الكرتون قيمته من 25 ريال إلى 30 ريال إلى 35 ريال، يتراوح ما بين بائع إلى آخر. طبعا الحطب ميزته أنه يشتعل بسرعة، أيضا أنه يتحول من حطب إلى فحم إلى جمر مثل الفحم السداسي، لكن اشتعاله ياخذ تقريبا من 2 إلى 3 ساعات، ثم الجمر ياخذ تقريبا كذلك من 2 إلى 3 ساعات، يعني كلها تتراوح ما بين 6 إلى 7 ساعات كدفء يعني وحرارة. سلبياته ريحته كربونية، زي ريحة خشب، تشم ريحة خشب، لكن مو بالخشب لا، الخشب الزين زي نشارة الخشب، زي ريحة نشارة الخشب، مو زي الحطب النبات العادي. أيضا من سلبياته لابد أنك تحفظه في كيس. خليني أوريكم. شوفوا هذا عندي برا، لما جاء المطر فتته تقريبا. شوف هذا الحطب العادي، القرض العادي الأفريقي ما تغير. شوف هذا كيف صار، تأثر بالماء، أيضا يتأثر بالرطوبة، فلا بد أنك تحفظه في كيس. حبيت أنقل لكم التجربة مع حطب سودس. طبعا هو صناعته إماراتي، جيد نوعا ما، لكن ما يقارن بالحطب العادي سواء السمر أو القرض. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.